إذا جاء الملكان في القبر هو سيحضر القبر ويشفع مريده ويجيب على أسئلة المنكر والنكير نيابة. نعم. على سبيل المثال السند أمامنا من هذه الأسانيد الشيخ أحمد نعم رحمة الله على والد الشيخ الولد عبد الغفور نعم الذي كان من خص تلاميذ شيخ المشايخ في زمان الشيخ إذنور رحمة الله عليه. جميل. كان أيضا يروي هذا الكلام ويعتقده اعتقادا. جميل. نعم. فما تعرفكم حينما قرأت لكم هذا النص قلتم أنه هذا من كلام شيخ السيد عبد الوهاب الشعراني. نعم. أن أئمة الفقهاء والصوفيين كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف. ولما مات شيخنا شيخ الإسلام الشيخ ناصر الدين اللقاني. نعم. لا ليس صحيح، هذا قبله. هذا قبله. نعم. هذا كان في المالكية أيضا في عصره. رآه بعض الصالحين في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: لما أجلسني الملكان في القبر ليسألاني أتاهم الإمام مالك. ما شاء الله. إمام المذهب. نعم. فقال: مثل هذا يحتاج إلى سؤال في إيمانه بالله ورسوله؟ تنحيا عنه فتنحيا عني. وإذا كان مشايخ الصوفية يلاحظون أتباعهم ومريديهم في جميع الأهوال والشدائد في الدنيا والآخرة، فكيف بأئمة المذاهب الذين هم أوتاد الأرض وأركان الدين وأمناء الشارع على أمته رضي الله عنهم أجمعين. فطب نفسا يا أخي وقر عينا بتقليد كل إمام شئت منهم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. لا شك ولا ريب، نحن أولا نعتقد بأن سؤال الملكين في القبر هذا من المعتقدات ونسلم به، ونعتقد أيضا بأن الله سبحانه وتعالى له خواص لا يسألون، نعتقده من جملتهم الأنبياء فهم لا يسألون، والمولى سبحانه وتعالى يستثني من هؤلاء مثلا الشهداء لا يسألون. فإذا الأصل أن هذا النص وإن كان في البداية عاما إلا أنه قد خصص، هذا أولا. ثانيا السؤال في، نحن أولا نعتقد بأن سؤال الملكين في القبر هذا من المعتقدات ونسلم به، ونعتقد أيضا بأن الله سبحانه وتعالى له خواص لا يسألون، نعتقده من جملتهم الأنبياء فهم لا يسألون، والمولى سبحانه وتعالى يستثني من هؤلاء مثلا الشهداء لا يسألون. فإذا الأصل أن هذا النص وإن كان في البداية عاما إلا أنه قد خصص، هذا أولا. ثانيا السؤال في القبر هو في الحقيقة فتنة وليس بفتنة، فتنة. نعم. ورفع السؤال هو نوع من أنواع الشفاعة، والمولى سبحانه وتعالى يجعل من شاء من الشفعاء له أن يشفع من شاء في من شاء سبحانه وتعالى، لأنه مالك للشافع وللمشفع. فنقول كما أن الشفاعة جائزة في الدنيا وجائزة في الآخرة، فهي جائزة فيما بينهما وهو القبر. فللشيخ الصالح المقرب من المولى سبحانه وتعالى أن يشفع في هذا المريد الضعيف، نعم، وأن يجنبه فتنة سؤال القبر، وهذا يكون من باب الكرامة. والأصل في الكرامة أنها خارقة للعادة، خرق للعادة، وهو جائز جوازا عقليا وجوازا شرعيا ولا مانع منه. والذي يمنع منه ويقول بأن هذا لا يجوز أن يكون كرامة هو الذي يطالب بالدليل، لسنا نحن الذين نطالب بالدليل. كما في يوم الجمعة أيضا من يوم الجمعة في ليلة الجمعة أنه لا يسأل. لا، إذا كان وقت الجمعة شفع في هذا فلا يسأل، فكيف بهذا الإنسان العابد التقي الذي هو خير من يوم الجمعة؟ نعم. والقبر كمان يعني أول منازل الآخرة. نعم، هذا مما يعيننا على ذلك أيضا. أضف إلى هذا أيضا نحن هذا في بلادنا واقع. نعم. يعني ليس فقط ما نقله الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه، نحن أيضا عندنا كان الأستاذ أمين حمد رضي الله تعالى عنه حدثنا بهذا. مات شاب من الشبان فبكى عليه زملاؤه، فقام الشيخ على قبره
وقال تنحوا هكذا، فتنحوا قليلا، فما قام إلا بعد نصف ساعة. بعد ذلك قال عودوا إلى بيوتكم، فما أرادوا أن يعودوا. قال عودوا إلى بيوتكم، فوالله ما قمت، عاهد الله سبحانه وتعالى ألا يقوم حتى يسمع منه كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، ما رضي أن يقوم إلا أن يسمعها من فمه وهو يسأل في ذلك، وهذا نوع من أنواع الشفاعة. نوع من أنواع الشفاعة. نعم. كان يثبته. نعم، كان يثبته في هذا، يعني كأنه كان يتردد ويتلجلج، قال أنا والله لا أقوم حتى أسمعها منه. قال طيب نسمعه منه، سمعه منه. وهذا نوع من أنواع الكرامات، وهذه كرامة جائزة ولا إشكال فيها. أن يجيب عن مريده في قبره بمنكر ونكير، أن يجيب منكر ونكير عنه. وكنا قد تحدثنا عن هذا، فقال لي بعض الإخوة أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، لأن هذه مسألة سمعية، والسمعيات إنما تثبت بالنقل، وهذا كلام صحيح، ولكن تطبيق هذا الكلام خطأ. نحن نقول مسألة السؤال في القبر ثابتة بالنقل قطعا، عفوا هي ثابتة بالنقل قطعا من حيث المعنى، أما من حيث السند فهي مسألة ظنية. لذلك نحن لا نكفر منكر السؤال في القبر كالمعتزلة على سبيل المثال. يعني ليس السؤال نكير المنكر من أصول العقيدة، ليس من أصول العقيدة، ليس من الأصول بل من فروع التي يلزم منها التكفير مثلا على سبيل المثال، بل من فروع. نعم. والذي نقله الإمام الشعراني في النص الذي قرأناه في البارحة ليس فيه إنكارا للنص أصلا. هو يقول أصل السؤال قد وقع، وقد جاء منكر ونكير وسألوا صاحب هذا القبر، ولكن الشيخ هو الذي دافع عنه. فأين هو إنكار النص؟ لا يوجد إنكار للنص أصلا، على العكس هذه الرؤية تؤكد النصية في هذه المسألة أنه وقعت، ولكن أكثر ما هنالك أن هذه الرؤية فيها بشارة بأن هذا الرجل قد تجاوز المولى سبحانه وتعالى عنه وشفع شيخه فيه. وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ليس بالضرورة أن يراها المؤمن أو ترى له. فالآن هذه بشارة بأن هذا الإنسان جاء منكر ونكير كما جاء في النص ليسأله، إلا أن المولى سبحانه وتعالى شفع فيه شيخه وتجاوز عنه. والتشفيع هنا في هذه المسألة جائز شرعا وعقلا، لا سيما أنه قد ثبت تخصيص هذا النص بأن الأولياء والأنبياء ومن مات في ليلة الجمعة لا يسأل أصلا، هذا أصلا لا يقع منه سؤال، فهذا من الجائزة، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة ثانية أريد أن أنبه بأن الرؤيا الصالحة صحيح أنها لا تثبت حكما شرعيا، هذا باتفاق، لكن قال العلماء قد يستأنس فيها بإثبات الحكم الشرعي، وإن كانت هي لا تثبت حكما شرعيا. كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في إثبات ليلة القدر سأل الصحابة عن رؤياهم، وبعد ذلك قال أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في ليلة 27، هي في ليلة 27. فأثبت هذا بتواطؤ رؤيا الصحابة على أنها في هذه الليلة المباركة. فإذا في الحقيقة لو أننا تأملنا في هذا النص الذي نقله الإمام الشعراني لعلمنا بأن هذا النص ليس المراد منه إثبات حكم شرعي، وإنما هو نوع من أنواع البشارات ليس إلا. ومع ذلك نقول على الإنسان أن يعمل، وعلى الإنسان أن يجتهد، وأن لا يتكل على هذه القضايا. هذه القضايا مضمونة، لكن لو أنها وقعت لبعض الصالحين فلماذا ننكرها؟ نعم، أنا أقول أنه لا يجب علينا التصديق بها، هذا التصديق يحتاج إلى خطاب شرعي، لكن إذا رأينا رجلا صالحا ملازما للطاعات عاملا بأوامر الله سبحانه وتعالى مجتنبا لنواهيه، كل القرائن تحف على أن هذا رجل صادق عند الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أخبرنا بهذا، فلماذا نكذبه؟ تكذيبه الآن يعود إلى مرض في القلب. ممكن لك أن لا تصدق، ولكن لماذا تكذب؟ السؤال أننا نقول لماذا تكذب؟ هذا التكذيب يعود إلى مرض في القلب. نعم، فنقول هذه القرائن تحملنا على تصديق أمثال هؤلاء الأولياء والصالحين. وعلى كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا، والحمد لله رب العالمين.